هقولك على فوائد اليانسون للنسوانة اللي هي احنا، ازاي يخلينا كده نبقى منورين كده ومصحصحين، بما اني مهتمة بالتغذية وبالتجميل. فيلا بينا. اليانسون عنده حاجة زي الاستروجين، يعني هو ليه كده افكت اسمه استروجين لايك افكت، كأنك بتاخدي استروجين. الاستروجين هرمون الانوثة اللي بيظهر الحاجات اللي هي زي البشرة الناعمة، الصوت الحلو، تمام. فلما بتبداي تشربي اليانسون هو ما فيهوش حاجه تعلي الاستروجين، هو بيدي الافكت ده. فبجد من اكتر الحاجات اللي البنات بتلاحظها، انا بتحس ان بشرتها نورت، شعرها ناعم، صوتها بقى رايق كده، فاهمين؟ بقت نسوانه حلوه يعني من الاخر. طيب تاني حاجه كمان في البريود وقصه البريود دي، طبعا الاستروجين في نقطه البريود مهم ان انا اقول البريود يا جماعه لما بتخلص بيبقى الاستروجين والبروجستيرون قليلين، تمام. فلما بتبداي ان انت تاخدي اليانسون في وقت البريود او في اثناء البريود، يعني البريود وهي موجوده الاستروجين والبروجستيرون بيبقوا قليلين، اسفه، ولما بتخلص بيبدا الاستروجين يعلى تاني، تمام. في وقت البريود لما بتبداي انك تاخدي اليانسون ده بيحسن شويه، لان الاستروجين ليه وظايف كتير لصحه العظم. عشان كده دايما في البريود اكتر حاجه بتحسي بيها ايه؟ عظمي وجعني، رجلي وجعاني، جنبي وجعني، دايما دي من اكتر الشكاوي، ظهري. ليه؟ لان الاستروجين بيكون قل، تمام. او بتشربي اليانسون بيبدا يعوض الاستروجين اللي هو ايه، فالتي بيدي افكت زيه، فده بيكون مفيد جدا لجسمك، بتحسي ان انت مرتاحه اكتر وان انت اهدى. تقلبات المزاج برضو اللي بتحصل، الاستروجين ليه دور مهم في استقرار النفسيه كده والمزاج. فتقلبات المزاج اللي بتحصل دي اليانسون بيبدا ان هو يقللها. كمان بيكون ليه دور مهم جدا في تحسين صحة الهرمونات وتوازن الهرمونات، فده ليه دور مهم في الايض، ففعلا بيساعد مع الوقت ان هو يقلل الوزن، طبعا مع العوامل التانية. ما يكونش واحدة بتاكل فطير مشلتت وتتغدى فخدضاني وتقولي انا ما خسيتش باليانسون، يعني عاملين دايت كده بالمنطق كده ايه، فهو بيساعد يعني بيمشي معانا الدنيا. كمان لو انتي معدتك بيكون فيها التهابات وتقلصات والم وتقرحات، مشاكل كتيره بتاعه المعده دي، اليانسون ملطف جدا للمعده. وكمان اليانسون كارمينيتيف. يعني ايه كارمينيتيف؟ يعني ان هو طارد للغازات، فبتبقى حاجه محرجه قوي وبتحصل كتير، خصوصا مع الاكل العك اللي كله جلوتين وكله حاجات بتلزق الامعاء في بعضها، ان بيحصل غازات كتير، بقى فيه على طول انتفاخات، تمام. فاليانسون فعلا بيحسن الموضوع ده، وده مهم جدا طبعا لينا كبنات، يعني مش حلو خالص ولا ايه؟ صح. طيب لو عندك بقى كحه، صدري ملبش، الحاجات دي بيظبط الصدر قوي برضه، تمام. كمان حلو قوي لو خدتيه قبل النوم، لان هو بيهدي الاسترس، فبيخليكي تعرفي تنامي بعمق. فانت لو خدتيه قبل النوم وعندك مشكله في النوم ده هيهديكي، تمام. فبالتالي طبعا من الفوائد اللي هتحسي بيها ان هو ساعدك تنامي، فهالاتك هتتحسن. وغير بقى ان اثر الاستروجين هو نفسه، عشان هو فيه حاجات مضاده للالتهابات ومضاد للبكتيريا، فهو كويس قوي قوي قوي. هتحسي بملمس بشرتك اتحسن، ولو في التهابات او كده هتحسي ان هي قلت. طبعا ده مع الشيء الاساسي اللي بقوله على طول بتاع السكر، stop taking sugar to be the sugar، ماشي يا قطايط؟ وبس ده الفيديو النهارده كده، يا رب يعجبكم. اعملوا بقى لايك وفولو وشير لو الفيديو عجبكم، ولو عايزين تشتركوا معايا في متابعات التغذية سيبولي رسالة على الواتساب، هتلاقوا الرقم في البايو. وبس يلا فتكوا بعافية.